رايح وين؟ نحن اليوم اجتمعنا في مجلس بوسنان من منطلق محبتنا لأهل بوسنان ومحبتهم إلنا، على أساس إنه هون كان في إنجاز تاريخي بالنسبة لموقف اللي من خلاله لأول مرة في هناك دعم الوحدات السكنية في القرى الدرزية والبدوية وخادمين سلك جيش الدفاع الإسرائيلي الجنود المسرحين. ولذلك مجلس بوسنان بادر، وخاصة الأخ أبو سليمان وأبو ختان بادروا إنه يعملوا لنا موقف خاص من منطلق إنه لأول مرة بعد 62 سنة قطعة الأرض في بوسنان أصبحت 22,000 شيكل حقها، مع كل التطوير، مع كل اللوازم، مع كهرباء، مع مجاري، مع كل الأمور الأخرى. وهذا بحد ذاته إنجاز تاريخي، لأنه هذا الإشي سيكون كمان في القرى الباقية، القرى الدرزية الباقية، وسوف لا يكون وضع ثاني بعد هذا القرار اللي اتخذته الحكومة الحالية. ولذلك أنا بتشكر رؤساء المجالس اللي كانوا هون واللي ساعدوني، ورئيس وعضو الكنيسة حمد عمار والآخرين. أما ما في شك إنه حلينا مشكلة وأزمة خاصة في بوسنان وفي المنطقة كلها للقرى الدرزية، من منطلق إنه السعر اللي كان سعر باهظ جدا 200-300 ألف شيكل لقطع الأرض نزل ل 26 ل 22 ألف، لأكثر شيء 50 ألف في قرى. هذا بدل على إنه لما في وحدة صف وفي إيد وحدة معناته نحن موجودين في وضع ممتاز. واللي بينتقدنا واللي بيفكر انه باستطاعته يعمل اكثر منا، اللي كنيست مش لابوي ولا رئيس المجلس لابو سليمان، اللي بده هاي الساحه والميدان في انتخابات في صندوق، اللي ينجح يكون يعمل اكثر من احنا بنقدر فيه. القطع الارض عصبا عن الدوله يجب انه يعطوها للجنود المسرحين. مشكلتنا انه نحن بنروح بنعمر اراضينا، نحن بنقدر ناخذ اراضي بارخص من اراضينا واحسن من اراضينا، ونحن بنروح بنعمر في اراضينا. هذا غلط، لانه في هاي الحاله نحن بدون رخص، بدون كهرباء، بدون كذا. يجب ان يكون هناك تفكير موسع اكثر، انه نحن نعمل كيد وحده، كوحده صف. ولما في اشخاص بينجحوا نقول انه الجماعه عم بينجحوا يعملوا ويغيروا. المجالس كلها كانت مفلسه قبل 3 سنوات لما استلموها. اليوم اغلب المجالس في وضع احسن بكثير، ولكن بعد هناك يجب ان يكون تطوير كثير ودعم كثير. ولكن اذا في اي برنامج تخطط وما في له ميزانيه نحن موجودين، ما في مشكله. وبتشكر الاخ كمان مره ابو ختان اللي بادر لهذا الموقف. وهذا بدل على لما في اشي منيح في ناس تعرف تقدر المليح، ولما في اشي منيح لازم نتعلم من الغرب، نيجي نكون وحده صف، كلنا نحط ايدين، نشد على ايدينا لبعضنا البعض، مش في لما مش منصفي سياسيا ببطل هذا الاشي منيح. هذا لشعب مغفل. الشعب الراقي لما في شيء منيح بكل صف واحد. شكرا للجميع. شكرا.